كوكو. اليوم حبيت نخلي الفيديو هذا اللي هو طريقة تحضير نواة التمر في القناة باش تعمل فايدة. الحكاية وما فيها انا خذيت نواة تمر، والحقيقة قعدت برشا بريود كبيرة نلم فيه من رمضان معناها تقريبا، او ككل كعبة تمر ناخد النواة متاعها ونخبيها. خبيته في حكة، نظفته وتويكا باش نحطوه في المقلة ونحاولوا نجمروه الى ان يولي يسهل علينا نرحيوه. هذيك علاش الطريقة معناها انه نحمصوه باش من بعد هذيك معناها النواة تطرى ونجمو نرحيوها. وردوا بالكم وقت اللي تجيو ترحيوها لازم تكون الماكينة اللي ترحيو بها قوية شوي، ما كانش تتكسر باش نكون واضحة معاكم. وقت يتبدل لونه كيف من هكا وتحسوه سويد شوية ولا لونه أكحل، مش أكحل اللي يولي لونه فحم، ومش زيادة يقعد نفس اللون اللي وقت اللي يتلموا فيه، يعني يبدأ هكا متوسط. كيفاش نجمو نقولو لونه بني مارون. هاكا نرحيوه لهنا. انا بديت المرة الاولى نرحي فيه لهنا باش نجمت نكسرهم من النواة كيف من هكايا، ومن بعد انتقلت في ماكينة اخرى باش تولي البودر النواة. وفي كل مرة نرحيه نصفيه، واللي يفضل في الصفاية نعاود نرحيه باش تولي البودر رطبة 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 على الاخر. هذا هي البودرة كيفاش تحصلت عليها. نقعد في كل مرة نرحي ونعاود نصفي، واللي يقعد كيف منا كيكة في الغربال نعاود نرحيه الى ان نتحصل على بودر صافية ورطبة تقولش عليها قهوة. يولي بودر رطبة كيف من تراو، نعبيها في دبوزة. وفي كل مرة نعمل الزيت المخمر نستعمل ملعقة صغيرة، لأنه في الزيت المخمر ما يلزمش تكون الكونتيتي كبيرة شوية. وذاك هو. وما تنساوش الاشتراك في القناة والمتابعة وتفعيل الجرس إذا عجبكم الفيديو، وشكرا.